لو حد أنا بشوف كتير عندنا إنه مثلا مش عايزة أقول في مصر، هقول بس ليه الاختلاف فعلا بين مصر وأمريكا، إنه في أمريكا كبار السن عشان نوع حياتهم مش عايشين حوالين بعض وجنب بعض قوي بيعتمدوا جدا على نفسهم. في الثمانينات والتسعينات بيسوقوا كتير، بيبقى عندهم عصاية مش ضروري لكن كتير منهم بيبقوا بيعرجوا، ينزلوا من العربية تلاقيه ماسك العصاية بيعرج، لكن بيسوق في التلج وبيجي يتمرن وبيروح السوبر ماركت يشتري حاجات يشيلها بنفسه. في مصر باخد بالي كتير جدا بيبقوا الناس اللي متقدمين شوية في السن يجوا مثلا يقوموا حد يروح يساعدهم، يجوا يشيلوا حاجة، لا 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 عنك أنا هشيلها. فده أنا عارفة إنه ده حب، بس صراحة ده مضر. المفروض نخلي الشخص يعتمد على نفسه، وطبعا كمان يمرن بقى. أكبر عضلات الجسم الفخاد بتضعف جدا لأنه لو ما استخدمناهاش، وهي مش بتستخدم بالمشي العادي. أولا المشي طبعا مفيد بس لازم يكون بسرعة معينة عشان الغرض منه إنه يقوي عضلة القلب، فلازم يبقى مستنشق كمية أكبر من العادي للأكسجين، فما نقدرش نمشي خطوة خطوة ونقف في النص، لازم نمشي ماشي 1 2 1 2 1 2 ونضطر نستنشق أكسجين. فده بيمرن عضلة القلب، بيساعد ضخ الدم، بيوصل أحسن قوي للأطراف.